حسم الأمر، وأسدل الستار قضائيا على واحدة من أبشع الجرائم التي هزت الشارع التونسي في السنوات الأخيرة. محكمة الاستئناف بالقيروان تصدر حكمها النهائي: السجن مدى الحياة في حق رجل أنهى حياة شريكة عمره وأم طفليه أمام أنظار الجميع. جريمة لم ترحم توسلات الضحية ولا براءة أطفالها، وتركت جرحا غائرا في قلوب الأهالي. فما هي القصة الكاملة التي بدأت في ثاني أيام العيد؟ نعيد عقارب الساعة إلى الوراء، تحديدا إلى الساعات الأولى من ثاني أيام عيد الأضحى الموافق 17 من جوان عام 2024. في الوقت الذي كانت فيه العائلات تتبدل التهاني، كان هناك خلف الأبواب المغلقة في أحد منازل مدينة القيروان سيناريو آخر يكتب بالدموع. خلاف حاد وعنيف ينشب بين الزوجين، تتصاعد حدة التوتر بشكل كبير، لتجد الزوجة الشابة المعروفة باسم انتظار والبالغة من العمر 30 عاما نفسها مجبرة على الهروب. غادرت المنزل مسرعة، تملأها الرغبة في النجاة والابتعاد عن أجواء الغضب، لكنها لم تكن تعلم أن الخطر يلاحقها بخطوات متسارعة إلى الشارع. لحق بها الزوج إلى وسط المدينة، الغضب أعمى بصيرته تماما، وتحت ثيابه كان يخفي سلاحا أبيض. ووسط ذهول المارة وفي وضح النهار اعترض طريقها ونفذ فعلته الشنيعة بلا رحمة. انتظار، الأم لطفلين، فارقت الحياة في مشهد صدم كل من حضر، وخلف حالة من الذهول والرعب بين المواطنين الذين لم يستوعبوا حجم البشاعة والجرأة على ارتكاب الجريمة في الطريق العام. التدخل كان سريعا، حيث تدخل عدد من الجيران إلى جانب أعوان الأمن الذين تواجدوا بالقرب من المكان، وتمكنوا من السيطرة على الجاني وشل حركته تماما قبل أن يلوذ بالفرار، ليتم إيقافه على الفور وفتح تحقيق عاجل لكشف مختلف الملابسات المرتبطة بهذه الواقعة الأليمة. التحقيقات لم تكشف بشكل قطعي عن الأسباب المباشرة واللحظية التي فجرت ذلك الخلاف القاتل، لكن شهادات الجيران والمقربين رسمت صورة قاتمة، حيث أكدوا أن العلاقة بين الزوجين كانت تشهد منذ فترة طويلة خلافات متكررة ومشاحنات مستمرة. قضية انتظار تحولت سريعا إلى قضية رأي عام على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات واسعة وجارفة بإنزال أقصى العقوبات لردع العنف الأسري وحماية الأرواح. واليوم جاءت كلمة القضاء الفصل من محكمة الاستئناف بالقيروان لتعلن السجن مدى الحياة في حق المتهم، حكم يعيد جزءا من الحق ويكرس علوية القانون، لكنه بالتأكيد لن يعيد للأطفال أمهم، ولن يمحو تفاصيل تلك الليلة المأساوية من ذاكرة الأهالي والمتابعين. شاركونا آراءكم في التعليقات، كيف ترون هذا الحكم؟ وما هي الحلول بنظركم للحد من هذه الظواهر المفزعة في المجتمع؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم آخر الأخبار والمتابعات أولا بأول.